بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا هنا اهوت، لما باجي اخترع الحركة بشوف مركز الشخصية بتاعتي واقفة ازاي وهحركها في مكانها. تمام. وعملنا حركة المفاجأة بتاعتها دي. هنصغر شوية كل ده لأن الحركة معانا هتوسع معانا. تمام. واخليه مثلا شاف حاجة بسطته فعايزه يبقى سعيد. انا ما باجي اشتغل مفاتيح بشتغلها على بعض المفاتيح وبالاخص المفتاح الاولاني. يعني هاجي هنا كده وهفترض ان هو هيتنطط في مكانه. تمام. فهاجي هنا ابدا اعمل ديزاين او الجزء الجديد اللي هيتحرك عليه. فاجي هنا مثلا المفروض يتنطط في مكانه، فهيبقى عندي مفتاح هنا ومفتاح هنا ومفتاح في النص هنا طاير. يعني هيروح من هنا لهنا، هيتنطط في مكانه. تمام. فبالتالي لما اجي اشتغل على اول مفتاح اللي هو كأنه تاني رجله بردك على نفس المفتاح بالشكل ده، ودراعه اللي هو ودانه دي بصة لفوق، هو سعيد. وهنا دي هبدأ اشتغل عليها بالشكل ده كده، مرفوعة لفوق بالشكل ده، واعمل العكس بتاعه اللي هو يتني رجله لفوق بالشكل ده. تمام. فانا كده عملت مفتاحين هيتنطط فيهم، وفي النص ما بينهم هبص على الاتنين. هقفل ده بقى خلاص، واجي هنا. هنا هو عنده استعداد ان هو يقفز، هخليه. طبعا لما طلع لفوق شد الجزء الكبير الجسم، الودان نزلت لتحت عكس اتجاه الحركة الفولو ثرو. تمام. وعندي هنا هو طالع من الرجل دي، فبالتالي اخلي الرجل دي ممطوطة. تمام. وهنا دي جاية بالشكل ده كده، وهبدأ ارفع المفتاح ده لفوق. تمام. فهيبقى في النص ما بينهم وبين بعض زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تمام. وبالتالي لما انا رايح جاي، فدي واحد اتنين تلاتة، المفروض العكس بتاعه وهو طاير. هاجي هنا نفس المفتاح من فوق، هنا رجله دي هي
مصدر الانطلاق بتاعه تبقى بالشكل ده. تعالوا بقى نرتب مفاتيحنا كده ونحطها ورا صاحبنا ده اللي هو هيجي من هنا لهنا. طيب هل ده منطقي؟ ممكن يبقى منطقي. طب انا عايز ادلع الشغل بتاعي، عايز ادلعه. يعني ايه ادلعه؟ يعني من هنا لهنا اعمل انتسبيشن للموضوع. انتسبيشن للموضوع اللي هو التوقع بتاعي، فخليه يتني بالشكل ده برضو، وعكس اتجاه الحركة الودان بتاعته. هو جسمه اللي رجع لورا، فعكس اتجاه الحركة الودان بتاعته. بقى عندي مفتاح انتسبيشن لان انا اوصل بيه اللوب اللي هيحصل هنا. تمام. واجي هنا، هاجي بقى ايه، انضف بتاعي كده المفاتيح بتاعتي دي، انضفها بالشكل ده عشان الاقي الحركة باينة، وابدا احدد عدد الانبتوين بتاعي عليه. واعرف احط الانبتوين بتاعي ازاي. عيب الفريم باي فريم انه ممل شوية في الرسم الكتير، ده العيب الوحيد، لكن المتعة بتاعته في النتيجة. فاحنا كده عملنا المفاتيح بتاعتنا اهو، استعداد، وبدأ ينط للحركة بتاعته. فهنا للاستعداد بتاعي هتعامل مع المفتاح ده ان انا هبقى سريع، سريع بطيء. اجي هنا، انا عايز سرعة في النط اللي هو هيبدأ يشتغل لي نط. فاجي هنا هحط ان بتوينتين بس، يعني هقول ده واحد مثلا، هيبقى 2 3 4. وهنا اهو برضك في فول ثرو للودان لسه. كده خلصنا وبقينا هنا في 4. لما اجي اروح للي بعديها، انا هنا هخليها ان بتوينه واحده عشان انا عايزه يتنطط بسرعه، يعني رايح للنط بسرعه. فاجي هنا هيبقى طالع، جسمه هيبقى طالع في فولو ثرو للودن زي ما انتم شايفين بالشكل ده عكس اتجاه الحركه.
وهنا هبدأ اطلع الركبة بتاعته ورجليه عكس اتجاه الحركة. انا طالع لفوق، الجسم طالع لفوق، فالرجل تبقى عكس اتجاه الحركة زي الودان بالظبط. تمام. احط ان بتوينه واحدة بالشكل ده وخلاص. اجي بقى اللوب بتاعي. اللوب بتاعي اللي هنا اللي بيبدأ من ده لده هتعامل بالمبدأ الأولاني اللي هو تبع القوانين الفيزيائية اللي هو الجاذبية الأرضية. كل ما يعلى لفوق كل ما يبقى بطيء. فأنا هنا عشان ده بيتنطط فأنا يعني السرعة بتاعته فأنا هخليها بين 200 بس فوق. بس في حاجة عايز أقولها. أنا هنا لما هاجي هنزل هنا، يعني انا هنا طالع من هنا طالع خلاص، لكن وانا فوق واجي هنزل المفروض هنزل مستقيم. يعني في مفتاح تاني ما بين دول في النزول. في مفتاح تاني. تعالوا نشوف المفتاح التاني ده هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى كده، الجسم نازل والرجل طالعه بالشكل ده، والودان بردك العكس اتجاه الحركه. بردك ناخد بالنا من الموضوع ده. وهنا الرجل هتبدأ فانا هنا نزلت وبعد كده اتنيت. خدت بالكم؟ يعني ما ينفعش الانبتوينه اللي في النص تبقى انبتوينه عاديه، لا ده هنا في رجله بتتمط لتحت عشان يبدا ينزل على الارض، ولازم اعمل ارتفاع جسمه مناسب للارض. فهو كده نزل خلاص. تمام. تعالوا ننضف المفتاح ده. المفروض برضو نفس المفتاح هيبقى على الناحيه التانيه. هينزل كده، هنا طلع، هيجي بقى نازل، هينزل الناحيه دي. ناخد كوبي من المفتاح ده ونحطه هنا، وناخد نسخه من ده برضو ونعكسه نشوف كده لو اتعكس هيبقى شكله عامل ازاي. يمشي شغال شغال، بس هنعمل بس حركه بسيطه. ونشيل دي نحطها الناحيه التانيه لان هو سمكه الناحيه التانيه. نيجي نرجع بقى تاني للانبتوين بتاعنا اللي احنا قلنا عليه هيطلع من تحت لفوق. اجي هنا لو افترضنا ان ده 1، فانا طالع بسرعه لفوق وبطيء لتحت وبطيء لفوق. يعني هنا سرعه بطء لان ماشي تبع الجاذبيه، كل ما اطلع لفوق كل ما الدنيا تبقى بطيئه فوق، لكن البدايه سريعه. بس الموضوع ده هيتم في 2 ان بتوين بس. يعني هتبقى 1 2 3 4، فده هيبقى 4. اجي هنا طالع بالشكل ده. طبعا الودان عكس اتجاه الحركة. ادي رقم 2. اجي هنا في 7. في 7 دي على البرنامج على فكرة، مش ملهاش دعوة بيكم. اديني فريم فاضي يعني. كده عملنا رقم 2 فطلع فوق. هيجي ينزل بقى. احنا عاملين اوريدي واحدة، فهنعمل قبل منها واحدة. ليه؟
لان انا ماشي بالسرعه اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي دي. هنا الشوال تحت وهنا فوق، هينزل تحت تاني، فاجي هنا هيبقى فيه 2. فانا هنا اهوت انا اوريدي عامل 1 اللي هو احنا مطينا رجله، هيبقى ده هنا 5 وهسمي ده 6 واللي بعده رقم 7. هاجي هنا اهو ما بين ده وده احنا عاملين 1 خلاص، اجي هنا احط قبل منه 1. نفس الموضوع الناحية التانية، نفس الموضوع، هنطلع سريع في بطيء، هيبقى فيه بتوينة هنا، ادي الودان عكس اتجاه الحركة. وانا طالع فوق فاضل 1. تمام، خلاص هنيجي هنا فاضل 1 هنا برضو. وكده خلصنا اللوب بتاعنا. تعالوا نشوف كده الاخ ده هيرقص ازاي. نشيل الكلام ده كله. ونبدأ ندي دبل، وبعد ما ندي دبل هنشوف السرعة، هل هنحتاج نخلي فيه فريمات تظهر مرة واحدة بس ولا لا. هنا في ثبات اللي هو البص هنا، نشوف بس بداية اللوب بتاعي. بداية اللوب بتاعي هنا، ده أول مفتاح اللوب أهو، والمفروض آخره هنا. فهكرر ده معايا كده مرتين أو 3 مثلا، ونشوف الحركة مع بعض. هنثبت هنا زي ما قلنا، بسم الله. حركة بطيئة بس لذيذة، يعني واخدين بالكم من الفولو ثرو في جسمه عامل ازاي. بس الحركة بطيئة، لا أنا عايزها أسرع شوية، فهبدأ أتحكم بقى في السرعة بتاعتي. منين؟ في خلال التايم لاين اللي فوق ده. خلاص أنا رسمت، هشيل بس الدبل ده اللوب ده عشان ما اقعدش اكرر تاني في السرعات. اجي هنا هسرع في الوصول لده، فاجي هنا ادي 1 ادي 2 يظهروا مرتين، يعني الجزء ده هخليه سريع. اجي هنا هو المفروض هينطلق بسرعة، هاجي المفتاح ده اخليه سريع، اللي بعده سريع، ماشي. فوق الدنيا هادية وهو نازل اخليه سريع، يعني همشي مع السرعة في الرسم، همشي معاها في التايمنج نفسه. تمام.
واكرر اللوب بتاعي بالشكل ده ونتفرج. فانا هنا التايمنج بتاعي بقدر اتحكم فيه في التايم لاين نفسه بعد الرسم، واقدر اتحكم فيه في المسافات، واقدر اتحكم فيه في عدد الان بتوين اللي هو يا اما باحساسي يا اما بالقوانين الفيزيائيه اللي انا قلت عليها. تمام. تعالوا هنا نشوف الاخ ده لو عايز هو خلاص فرحان، فاجي هنا انا عندي اخر مفتاح خليه هنا اهو، خليه عايز يجري للي هو رايحه، او آه، حركة جري مثلا. فاجي هنا اخليه يجري عليا، يجري بروفيل مثلا يخرج بره الكادر، او هخليه، يعني بفكر معاكم على كل ده، انا برتجل معاكم يعني، يتنرفز مثلا. طيب خليه يتنرفز. اجي هنا او يتقمص يعني. المفروض رد فعله ان هو بعد الفرحة يبقى في ثبات، يرجع لمفتاح عادي يعني. هنا برضك عشان اشوف المفتاح الرئيسي بتاعي الاولاني اللي انا شغال عليه، هو هنا هو شكله معوق شويه، فخور بنفسه كده مثلا. واخد ده كده بالظبط واحطه مكانه ورا بالشكل ده. تمام. برضو لما باجي انقل في حركه جديده لازم يبقى في انتسيبيشن للموضوع، يعني توقع للحركه. اخليه مثلا يتني شويه لقدام عشان يتعدل. ممكن اخليه يتني ويفرد رجله، يعني عارفين ازاي؟ برضو هنا خلي خيالكم يشتغل، يعني هخليه هنا يوطي بالشكل ده، ورجليه تاخد البعد ده، وبعد كده يتلم على فوق. فهخليه برضك هو ويرجع يتعدل هنا. برضه هعمل اكسجريشن للمفتاح ده مبالغة شوية. انتوا مليتوا يا ولاد؟ اللي ملي يقول. اجي هنا ربنا يحفظك يا بنتي على ذوقك وكلامك.
لا انا ببقى بخشى وانا بشتغل ان الناس تنام مني. ف ميرسي يا دكتور، يعني يا ريت محاضرات الكلية تكون كده. شكرا جدا. ربنا يحفظك، شكرا جزيلا، شكرا ليك. تعالوا هنا، في هنا استعداد ان هو يقف، فممكن احط ان بتوينتين اللي هو في بطء، يعني تبقى اخر مفتاح عندي السرعه بتاعتي اللي هو مط رجله. خدوا بالكم السرعه والبطء دي بتبان من طريقه الرسم نفسه. يعني هنا شايفين المطه دي مدياني احساس ان انا لازم ابقى هنا سريع، فاجي هنا في فولو ثرو. تمام. وهنا عكس اتجاه الحركه برضو. تمام. ممكن احط قبليها مفتاح كمان، خليها بس يعني بالشكل ده، وارجع الم تاني من السرعه بتاعتي. ممكن اعمل هنا سمير. يعني ايه سمير؟ يعني بسيب اثر او بمط في الرجل عشان كانها يعني يديني احساس بالحركه اكتر، ان هو سحب رجليه بالشكل ده، طلع هنا. بالشكل ده، ويبدا يريح عشان يقف الناحيه دي. يبدا يريح تاني. اتنين ان بتوين، ان احنا قلنا اي سرعه بعديها بطء. المعلومه دي مهمه، ركزوا فيها. اي سرعه بعديها بطء. كله دبل زي ما اتفقنا. نبدأ نشوف بردك الحركة محتاجة سرعة ولا لأ. أهي. كل ده وهو في مكانه، واقف في مكانه، ما اتحركش من الحتة في اللي هو فيها. تمام. هنا أنا عايزه متغاظ ومتضايق. هنا أنا عايز أقول حاجة. ال الكاركتر مش مديني مساحة إن أنا أخليه متغاظ، بس أنا عايز أديله الإحساس ده، أوصلها إزاي؟ إن هو مثلا يترعش وهو بيتمط مثلا. تعالوا نشوف كده ممكن نعملها ازاي، بس دي هتحتاج يعني شوية ان بتوين حلوين يعني. تمام. وبعد كده نخليه يعني في الختام بتاعه مثلا نخليه يخرج بره الكادر، يجري او يمشي. برضك نعرف حركة الجري السايكل بتاعتها ماشية ازاي. اجي هنا برضك هتعامل مع الشخصية واعمل لها انسبيشن، اللي هو الوضع بتاع. انا عايزه يتنرفز، يا رب اطلعه بيتنرفز. هيكون نفسه بالشكل ده.
واجي هنا عايز اخليه يرزع على الارض، يعني كانه بيخبط الارض برجليه. فاجي هنا مثلا اروح مكمل بردك صعوده بالشكل ده. تمام. يعني هو انكمش في جسمه كده وراح مديني الذعر بتاعه اللي هو استعداد انه يرزع على الارض. تمام. عايز اعمل فيه حاجة تانية، يعني خليه باصص كده مثلا. اوريكم حاجة لطيفة جدا وهو بيرجع في مكانه. بالشكل ده. ادي 1 2 3. ماشي. هنعمل مبالغة شوية يا ولاد. تمام. انا هعمل كده. شايفين؟ وهاجي هنا هحط مفتاح كمان. شايفين اللي انا هعمله ده دلوقتي؟ مبالغة اكتر على نفس فريم. مثلا نقول ان الودانه بتنزل اكتر يعني. ما بين المسافة دي والمسافة دي، شايفين المسافة صغيرة ازاي؟ بس عايز هنا بتاع 10 ان بتوين. هتقول لي كتير قوي 10 ان بتوين، ده هتبقى ناعمة. هقول لك ما انا مش هحطهم ورا بعض، ليهم ترتيب معين بحيث ان انا اخليه يترعش. هنيجي نشوفها دلوقتي. تمام. ما بين المفتاح ده والمفتاح ده، الاتنين دول بالذات ازاي اخلي فيه رعشة. طيب تعالوا هنا نقفل دي بقى عشان نخلص منها بسرعة. هنا اهوت. خلاص انا هعمل هنا زي ما اتفقنا سرعة في بطء. فانا هاجي هنا ادي اول واحد. سرعة في بطء يعني انا رايح للي تحت.
خلاص رحنا للي تحت. بردك هزود البتوين تاني عشان عايز عزم في اللي هيحصل ده. خليتهم 3 وارجع هنا. انا جاي من بطء، احط 2 بس. بردك عكس اتجاه الحركة، الرجل وهي طالعة عكس اتجاه الحركة. ناخد بالنا من فكرة الأطراف دي وانت ماشي بتحرك الجسم بتاعك، تاخد بالك من الأطراف بتاعة الشخصية. ماشي؟ حط واحدة كمان هنا. استحملوني شوية في فكرة الانبتوين عشان مش هنفهم الحركة إلا لما نشوفها. كده خلصنا، بدأ يشتغل اهو. وهيجي هنا ينزل انبتوينة واحدة ما بين ده وده، ما بين ده وده. هتبقى الانبتوينة بالشكل ده. وهنا رجله نزلت على الأرض خلاص. ممكن أحط سمير هنا بالشكل ده كده. هنا ودنه التانية. عارفين ليه؟ اللي هي اترزعت خلاص، اترزعت. مش مستني احط ان بتوين في الرزعه، لا لازم الرجل تترزع على طول. خلاص وطلع. نيجي بقى للمرحله اللي فيها الرعشه اللي احنا قلنا عليها. الرعشه اللي احنا قلنا عليها دي مش هتاخد دبل، دي هتاخد فريم 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 فريم. بس هنا هنعملها بالشكل ده. هنحط 3 الاول، هنحط 3 ما بينهم وبين بعض بالشكل ده كده. تمام. ادي واحده كمان. بقول لكم عايز بتاع 10 بتوين في الحته دي، وانتوا خيالكم هيروح في حته تانية، وانا هصدمكم باللي انا هعمله دلوقتي. يا رب تبقى صدمه. حطينا 3 ان بتوين اهم. تمام. هنفردهم كده 1 2 3، وهنحط بينهم وبين بعض برضو F7. هنحط فريم واحد ما بين كل واحد والتاني برضو. معلش دقيقتين او وهنخلص الانبتوين بتاع صاحبنا ده. انا بحاول اسليكوا عقبال ما اخلص على فكرة. الفنان ريتشارد ويليام بيسلم عليك وبيقول لك والله جامدة. ربنا يحفظك يا اسلام، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. حبيبي مجنون. تسلم لي. يا طيب. ترى الشباب اللي معانا انتوا نمتوا ولا لسه اه صاحيين ولا صح ايه في صح الدنيا؟ صحهم كده، ايوه. صح انا صح. حاسس ان انتوا نمتوا، يعني حسيت ان شهد وسكوت ناموا، وخلود وهيثم ودانيال
عاليه وبسمله، حسيت ان انتوا نمتوا. لا مش نايمة، مستمتعة طب ما أوي. باين اهو على صوتك ان انتوا نمتوا، انتوا بتضحكوا علينا اهو. لا لا مش نايمة. لا يعني لحد دلوقتي فاكرة على طول زمان بجد بقى. ربنا يخليكي، تسلميلي. بقول لك ايه خلاص بقى. طيب مين اللي اول مره يشوف فريم باي فريم يعني مين اللي ما يعرفش فريم باي فريم اصلا، او يعرف كاركتر انيميشن؟ كاركتر انيميشن فريم باي فريم. في ناس كتير قوي عارفه فريم باي فريم الحمد لله. يا كتير قوي، ده احنا هنشوف ساعات. انا بستمتع بالفريم واحنا كمان بنستمتع. احنا بنستمتع. طيب يعني قولي لي كده. اه ازيك يا دكتور؟ طب ايه اللي انت فهمتيه من المحاضره؟ تمام تمام. عشان بس تبقي فاهمه، هو في فروقات كتير بس محدش بيتكلم عليها غير الناس اللي فاهمه وكده. يعني عشان بس تبقي فاهمه، السوفت ويرز اللي احنا بنشتغل عليها كانيميشن صرف آه، هي بتكون يعني زي مثلا لو على خبراتي انا او خبرات ناس كتير، الموهو محدود شويه، محدود في التحديد بتاعه. ايه؟ محدود في التحريك، محدود في التحريك جدا عن التومبو والانيميت. يعني الانيميت بتعرفي لو انت فاهمه انيميشن كويس بتعرفي تطلع لي شغل كويس. هو عكس الموهو محدود شويه لا، في الشغل. هو متخصص بس في البونز ده اكتر حاجه، او الكات اوت اكتر حاجه. اه لكن مش متخصص في الفريم باي فريم يعني، او التراديشنال عموما. طبعا الانيميت اكيد اكيد. اه طبعا. عارفه اللي هو ايه، بديهيات الحاجات لازم تكوني عارفه. أهم- ازاي؟ يعني انا هسالك سؤال، الماوس هيشتغل زي ما يكون الرصاص. لو احنا جبنا ورقه، جبنا ماوس، جبنا قلم رصاص، هل الماوس هيشتغل زي قلم الرصاص؟ مستحيل طبعا. هو بيشتغل بقى بنفس المبدا، ان هو زمان كان بيستخدم الورقه والقلم الفريم باي فريم. بعد كده لما اتطور وبقى في جرافيك تابلت بقينا بنوصله بالكمبيوتر وبنشتغل عليه عشان الدنيا بقت اسهل. بعدين بقى في شاشه، بقى في تابلت، جرافيك تابلت بقى الشاشه العاديه، او سواء المفضل اللي هو العادي. فاساسي لازم جرافيك تابلت، لازم تكوني عارفه اساسيات رسم. لو مش عارفه اساسيات رسم واساسيات كاركتر ديزاين، فالموضوع بيكون صعب جدا، غالبا بيبقى مستحيل. عشان كده احنا لما طلبنا، يعني بس عشان نبقى واضحين، احنا لما طلبنا شغل الناس انها تشوفه، لان في ناس كتير هنا اوريدي جوه فنون جميله، فهم اوريدي عندهم اساسيات الرسم، يعني اساسيات الرسم واضحه معاهم. فلما هيجوا يطبقوا على اوبجكت صغير زي شويه دقيق او كاركتر بسيطه، هيقدروا ان هم يطبقوا المينيمم الحد الادنى من المطلوب او المطلوب بشكل كويس. اختيارنا باقي الناس ليهم على اساس ان هم عارفين تحريك، يعني هم فاهمين تحريك. حتى لو اشتغلوا كات اوت او اشتغلوا على افتر افكت، طالما عرفوا يعني ايه كاركتر انيميشن، فالموضوع يبقى بالنسبه لهم اسهل في التقبل من اللي مش عارف حاجه خالص. يعني الورشه دي موجهه ان هي تعرفك هو الشغل الصعب بيطلع ازاي او بيطلع منين، او بيحتاج ايه. طبعا عشان بس تبقوا فاهمين، هو دي نبذه بسيطه عن اللي بيحصل. الناس لما بتدخل معانا بتنضم الورش وهي خبراتها زيرو، هم بيدخلوا على ورشه الاول اللي هي الانيميت. يعني زيرو ليفل بيدخلوا على الانيميت والفريم باي فريم، بيتعلموا فيها ازاي يرسموا كاركتر بسيطه وازاي يحركوها بالانيميت مع دراسه قواعد الانيميشن. فده اللي بيحصل لحد دلوقتي. طيب هو مستواه متقدم شويه او فاهم في الانيميشن او مش حابب الانيميت، بيدخل ورشه التوم بو.
والورشتين بيتم دراسه فيهم ال 12 مبدا والتطبيق على كاركتر انيميشن. انت طالع عشان تبقى انيميتور كاركتر انيميشن معانا في الحته دي. فعشان كده الموضوع بالنسبه لنا مختلف، لان احنا مش بندرس ريجز كريجنج مثلا على التوم بوم بس. احنا في التوم بوم لو هنتكلم عليه كبرنامج تحريك اي حد يقدر يرسم الورشه، بس احنا مش بنعلمك تبقى ريجر، احنا بنعلمك تبقى انيميتور عليه، ازاي تطلع كاركتر انيميشن عليه حتى لو مش عارف ترسم. بس لو عارف ترسم وعارف تمرج فريم باي فريم مع الكات اوت بتبقى اتقل شويه من اللي حواليك. فهي الفكره بتعتمد على القدرات نفسها بتاعت اللي داخل هو واصل لحد فين، فاحنا نقدر اننا نساعده يوصل لمرحله من الكورس. خلي بالك بس ان اللي اتشرح في الورشه الحاليه هنا او الثلاث محاضرات اللي جاي ده جزء من ورشه الادفانسد انيميشن. الورشه بتبقى اتقل من كده بكتير شويه، بس احنا بنحاول نبسط المبادئ او المعلومات للناس عشان تبقى بس عارفه وقت ما هي تبقى عايزه تعلي الليفل بتاعها هتبتدي منين بالظبط. بس كده. طيب انا ممكن ناخد اسئله في ازاي؟ طبعا. طيب عقبال ما اخلص الجزء ده. طيب خلاص خلينا نبتدي من الاول من فوق. يعني هقول اسماء، اللي عنده سؤال هيفتح المايك ويسال، ونفس السؤال تقول لنا انت ايه اللي انت عرفته او ما عرفتوش، يعني اديني الريفيو بتاعك. فخلينا كده نبتدي من الاول من افنان. افنان لو انت متاحه معانا ممكن تفتح المايك او تدينا لو ايه اللي انت فهمتيه وايه اللي ما فهمتوش، او ايه لو في اي سؤال عندك. او لو المايك مش متاح معاكي ممكن تكتبي على الشات. برضه نفس الحوار، لو في مشكله عندك في المايك اكتب في الشات لو عندك اي مشكله في المايك. اروى عندي سؤال. اتفضل. هو دلوقتي الاستاذ هاني، هو حضرتك دلوقتي بترسم الكي والكي، وبعد ما بترسمهم حضرتك بترجع ترسم بين المسافه، ولا بتبقى عامل حسابك من البدايه وبتبقى ماشي بالترتيب في التايم لاين؟ لا، التايم لاين ماليش دعوه دلوقتي بالتايم لاين خالص. التايم لاين دوت انا لما باجي اوقت في الاخر بعد ما اخلص ان بتويني ورسمي وكل حاجه، طريقه التايم لاين ده موضوع تاني. لكن انا هنا اهوت ببدا ارسم الوضع الحركي للشخصيه زي ما انت شايفه كده مثلا. ببقى في خيالي حركه معينه، تمام؟ ايه الحركه دي مثلا؟ لازم يبقى في تعبير مكتوب او انا حاسه هقوله، يعني زي ما بقول هيرقص في مكان، فخلاص انا حيز التحريك بتاعي في المكان ده. خلاص لو انا هتاخره شويه فهتاخره الناحيه دي وهتاخره الناحيه دي، ويبقى في مفتاح في النص هنا وهيطيروا وهيبدا يتحرك في النص مثلا. او مثلا هو هنا هيبدا في مكانه يبص لي يمين الناحيه دي او يبص لي شمال الناحيه دي، مجرد ازاحات بسيطه في المكان. خلاص الفكره كلها ان انبعاج الكاركتر وفرده بيديني مسافه. انبعاجه وفرده، يعني شايف انا فرده هنا وهنا مضغوط قوي، ففي فرق في المسافه. فهماني؟ في فرق في المسافه، فده اللي بيديني احساس بالسرعه اللي انا عايزها. باجي بقى عايز اريح على المفتاح دوت ازود عليه ان بتوين، اريح على المفتاح ده ازود عليه ان بتوين، عايز ان بتوين واحده عشان هبين السرعه. فاهمين؟ لكن ما ينفعش. بمشي بالترتيب على التايم لاين، ولا ممكن لا أنقل لا 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 هنا لهنا؟ لا انت لا مفيش يعني فكره انك انت يعني مثلا ممكن اعمل اول مفتاح واخر مفتاح ويبقى في النص يجي 10 مفاتيح. 10 انا ما بتكلمش على ان بتوين. الترتيب بتاع ال10 مفاتيح ده بناء على ايه؟ حسابهم على التايم لاين ولا بمشي كده؟ لا بمشي كده ورا بعض، بوز تو بوز. بردك مبدأ من مبادئ الانيميشن، بوز تو بوز. انا اللي هو رسمت الوضع الاولاني والوضع الاخير. خلاص تمام كده. فبقى في النص بالترتيب ازاي بقى؟ بالقواعد بتاعتي. انا الكاركتر هنا اهوت هيحصل فيه انتسيبيشن، فهيبدا يتني، وهيحصل فيه اكسجريشن مبالغه، وبعد كده يريح تاني، وبعد كده يبقى فيه إيماءة،
لغايه ما اوصل للمفتاح الاخير اللي انا عايزه. انا بتكلم يا دكتور شبه فكره الشفافات واحنا بنشتغل كده. اه طبعا. دلوقتي انا رسمت الكي الاولانيه والكي الثانيه، بس اه انا دلوقتي ما عملتش حساب للان بتوين في النص. هل بقوم جايب ورق تاني وابدا عشان اعمل الان بتوين لا 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 لا. الثانيه؟ طيب نفس الكلام انا بطبقه على التايم لاين ولا اوتوماتيك اصلا التايم لاين انا ببدا احط الليرات زي ما انا عايز، يعني ما بسيبلهاش اماكن؟ ده اللي اقصده. لا يا فندم، دلوقتي انا ماشي، انا دلوقتي ماليش دعوه بالان بتوين خالص. تمام، انا بمشي خطوه خطوه للمفاتيح الحركه، بوز تو بوز، اللي هو المفتاح الرئيسي. كلمه مفتاح هنا يعني وضع مختلف عن اللي قبل منه، وضع مختلف تماما. الان بتوين هي بينيات بين المفتاح ده والمفتاح ده، التدرج في الحركه. خلاص، فانا ماليش دعوه بالان بتوين خالص دلوقتي. انا كل اللي انا شغال عليه مفاتيح رئيسيه مختلفه. يعني مثال اهو، ده واحد واقف بالشكل ده كده، تمام، هيبدا يتحرك خطوه لقدام، فانا هعمل فين مركز الحركه بتاعته؟ هيتحرك من الرجل دي ولا الرجل دي؟ اشوف هيتحرك ممكن يتحرك من هنا او ممكن يتحرك من هنا حسب ما انا عايز، فانا هخليه يتحرك من دي، فبالتالي المفتاح اللي بعده هيبقى عامل كده. تمام، فانا كده خلصت المفتاح اللي بعده. طب المفتاح اللي بعده هيبقى عامل كده، اللي بعده هيبقى عامل كده. تمام، خلصت مفاتيحي، ابدا بقى احط الانبتوين بتاعي. طب الانبتوين بتاعي محطوط على اساس ايه؟ على حسب زي ما قلت اتجاهين. اتجاه لو في حاجه فيزيائيه همشي عليها، يعني لو في جاذبيه ارضيه او في هواء او رياح او، فانا هنا هضطر امشي على القوانين دي في عدد الانبتوين. لكن لو مش ماشي عليها همشي بقى باحساسي، لا انا عايز هنا انبتوينتين بس، لا هنا خليها واحده عشان عايزه هنا يبقى اسرع، لا خليه يريح في الاخر هنا. فدي احساسي اللي بيفرض عليا عدد الانبتوين. تمام، بس في مبدأ مهم جدا، ان اي سرعه بعديها على طول بطء. ما ينفعش سرعه ونقف، ما ينفعش سرعه ونقف، كده انت بتزغللي عيني او بتشوشري على بصري. تمام، فلازم عشان احس السرعه دي لازم بعديها بطء. وصلت؟ تمام. طب معلش سؤال لا لا تاني. اتفضلي، لا لا معاك. وانا ممكن ارسم الكي او المفاتيح زي ما انا عايز، مثلا ممكن ارسم 6 او 5 مفاتيح زي ما انا عايز، تمام. وادخل الشوط اللي حضرتك عامله ده جوه. فلما اجي اطلع بره صوت من بره صوت هو اوتوماتيك اصلا ممكن احدد مثلا 120 فريم بدل ما اقعد ارسم فريم 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 فريم، ولا دي غير؟ انت بتتكلمي على الانيميت ايوه كسيمبل يعني؟ كسيمبل، يعني انا ممكن ارسم الشوال ده كسيمبل مثلا في خمس مفاتيح مثلا. لما اجي اطلع بره بره طب لا انت انت هنا بتتكلمي في اوبشن تاني خالص. يعني مثال، ما هو دلوقتي يعني مثلا احنا هنا في حركه لوب انا كررتها مانوال بايدي، انا لو خدتها كده كت الحركه دي بس كده كوبي اهي ونيو سيمبل، يلا ايه ده يعني ايه، انا نيو سيمبل انسرت اهو جرافيك بيست، وخرجت بره اهو وسين جديده، كفر المفاتيح ده. سين جديده جبته من المكتبه بتاعتي اهي. عايزه تقعديه ساعه يتحرك يقعد ساعه يتحرك، ده اللي انت تقصديه، او هيقعد يتحرك مع نفسه. هو كده بيعيد لوب الحركه اللي جوه في السيمبل. ده شغل الانيميت، ده البرنامج السوفت وير هو اللي بيساعدني ان انا اعمل لوب مستمر. لكن اللي احنا بنتكلم فيه موضوع تاني خالص مختلف. احنا بنتكلم في عدد المفاتيح، ازاي نبدا بيها، ازاي نفكر فيها، ازاي نبص على مراكز الحركه. فاهماني؟ يعني انا لفت انتباهكم هنا اهوت ان انا قلت في هنا حركه فيها تمدد والمفروض يبقى فيها غضب. هو اللي انتوا شايفينه ده فيه غضب؟ لا، بس انا لسه ما عملتش حاجه دلوقتي، لسه في حاجه هعملها دلوقتي هتبين الغضب بتاعه او الرعشه بتاعته اللي انا عايزها
عايز اعملها. هوريها لكم دلوقتي. بس انا هنا وانتوا بتتكلموا عايزه يرجع كانه بيرفض اللي حصل، يعني بيهز دماغه يمين وشمال. فانا هنا ده المفتاح النهائي بتاعي، وهيبدا ينزل للناحيه دي، وهيحصل حاله ان هو بيتنفس مثلا او بياخد نفسه مثلا. فانا معاكم، كملوا اسئله وهجاوبكم. بسمله. احنا قربنا نخلص يعني، ما تقلقوش. بسمله لو انت معانا. معلش يا استاذ اسلام، بشكر جدا استاذ هاني، لان انا بصراحه ما شاء الله انا ما شفتش الشغل ده غير مع اجانب. ربنا يحفظك، ربنا ما يحفظك. شاء الله اللهم بارك، انا ما شفتش الشغل ده عندنا هنا في مصر الحقيقه. ربنا يحفظك. لا تنورينا عروه في اي وقت. هو على فكره زي ما انا كنت قلت ووضحت، ده جزء من ورشه كبيره اصلا اوريدي احنا بتدرس. فدي حاجه لسه بسيطه، يعني في حاجات اتقل من كده بتحصل يعني. يعني تنورينا اي وقت. طيب بسمله، لو انت سامعانا عندك اي سؤال، يعني حابب اعرف يعني ايه اللي انت فهمتيه او لا، إيه اللي انت مش فاهماه، او لو في عندك اي سؤال او كده. ولو مش متاحه ممكن تكتبي على الشات عشان بس احنا ماشيين بالترتيب. تانية. شكرا لك شغلك يا استاذ هاني بجد. تسلمي يا داليا، ربنا يحفظك. فنان كبير بجد ما شاء الله. ببقى بتفرج على حضرتك ببقى حاسه ان انا عايزه اعمل شيفت كارير واشتغل في الانيميشن. ربنا يخليكي، تسلمي. خلص. اتفضلي. ازاي بعدل البراش عشان البراش عندي على البرنامج تبقى يعني مهرجه كده، مش سموث كمان حاجه تعملها. انت شغاله بتابلت صح؟ اه طيب ما المفروض في اداتين هنا، بتدوسي عليهم عشان تطلع معاك سموز او مسحوبه بالشكل ده. الاتنين دول بيظهروا معاكي على البرنامج، لازم تعلمي عليهم. تمام. هيظهروا معاكي. خلاص تمام، شكرا جدا. العفو العفو العفو. انا قربت ايه ايمي، لو انت سامعاني عشان بس انا مش عارف مين اللي بيتكلم وايه اللي حصل في الشات. على فكره يا ايمي، في شات اللي هو هتلاقيه كده في الجنب بتاع كراش كورس، تقدري تكتبي السؤال اللي انت عايزاه كده اهو. حتى اعمل لكم علامه واعمل لكم على الواتساب. كده ده الشات اهو عشان خاطر كده. العلامه اللي بتتحط على العلامه عشان بس لو مش عارفين تكتبوا في الشات اكتبوا مع الطريقه بتاعت الجروب. اوكي طيب، ايمي كانت بتسال سؤال، انا هحاول اجيبه من الشكل اللي هو العام. تمام. كنت عايز اسال بالظبط ايه الفرق بين الفلو ثرو والاوفرلاب. يا ده احنا كده بعيد خالص، بس ايش ممكن طيب الفولو ثرو انا وضحته في البلوكات الزرقاء اللي انا عملتها في المحاضره اللي فاتت، اللي هو اللي انا قلت عليه ده، اللي هو لما باجي احرك الجزء ده كده يطلع لفوق مثلا. تمام، يعني هو طلع لفوق كده فبيسحب اللي تحت منه، واللي تحت منه بيسحب اللي تحت منه، وهكذا بالتدريج لغاية ما يبدأ. ده الفولو ثرو. تمام، لغاية ما يبدأ يعمل الحركة دي، والعكس بتاعها اللي هو زي ما قلت لكم، لو انا هسحب دي كده فدي بتبقى العكس بتاعها بالشكل ده. يعني جسم بيشد جسم، فاهمين قصدي؟ لغاية ما يوصل للحالة بتاعته اللي هي دي.
اللي هو هديكم مثال زي ديل القطه مثلا او زي العلم، جزء بيشد جزء، جزء بيشد جزء، ده الفول ثرو. طب الاوفرلاب هو ان يبقى الجسم مثلا في، مثلا لو قلنا الانتنه بتاعت الراديو مثلا اللي هي دي هتروح الناحيه دي، فاهو في فول ثرو اهو حصل ليها. تمام. اول ما الراديو ثبت هنا حصل بقى اوفرلاب. الاوفرلاب ان الانتنه بدات تتحرك يمين وشمال في نفس المكان ده، يمين وشمال لغايه ما ثبتت في النص. الحركه الاخيره دي هي اللي بنسميها الاوفرلاب. لكن اللي حصل للانتنه في الاتجاه ده هو اللي اسمه فولو ثرو. الجسم شد الانتنه معاه. اول ما ثبت هنا، اول ما الراديو ثبت هنا، ثبت في مكانه، الانتنه بدات تتهز في مكانها. الاهتزاز في المكان ده هو اللي اسمه الاوفرلاب. تمام. بس كده. وصلت يا جماعه؟ طيب السؤال اللي بعده، هيثم عندك اي سؤال؟ هيثم. طيب جنى. جنى او خلود. شكرا جدا يا جنى. تسلم. العفو العفو. خلود او لميا. ايه ممكن تكتبوا في الشات، لو مش عارفين تتكلموا ممكن تكتبوا في الشات. مروان او ميان، او ميان تقريبا. مروان او ميان لو عندكم اي سؤال. لا تمام، شكرا. شكرا يا سفير. العفو العفو العفو. ميشيل. ميشيل. هو احنا سامعين بس الصوت مش موجود. طيب ممكن تكتب لو الصوت عندك مش واضح. العفو. شكرا جدا. محمد فؤاد او لو في عندكم اي حاجه ممكن تكتبوا بس السؤال، لو انتوا مش عارفين تفتحوا مايك ممكن تكتبوه على الشات. بس انا مش عارف. اوكي مين؟ مين؟ خلود. معلش اصل انا شايف المايك مقفول. تعال اتفضلي اتفضلي يا سجود اسالي. سجود. معلش كان بعيد شويه. سامعين يعني خلود من سجود، وانا شايف المايك بتاع خلود مقفول، فازاي هو مقفول؟ اتكلم. تمام كده. هو يا دكتور انا مش بشتغل على انانيس، انا بشتغل على كريدت ستوديو. تمام. لما باجي اساسا، لما باجي اشغل الاونلاين سكين بيجيب لي 4 فريمات قبل الفريم اللي انا شغاله فيه و4 فريمات بعد الفريم اللي انا شغاله فيه، طبعا باختلاف الترتيب. تمام. ده لحد ما بيفاتت تركيزي وبيلخبطني. انا عايزه تبقى زي الانيميت كده، هي فريم واحد قبل الفريم اللي انا شغاله فيه وفريم واحد بعد الفريم. طيب بص، انت انا ما اعرفش الكليب ستوديو الاوبشنز اللي فيه ايه، لكن انا مثلا لما بشغل الاونلاين سكين اهو بيديني اوبشنين، يا اول يا سيلكت رينج. الرينج هنا بيديني قوسين، يا اما افتحهم مانيوال بايدي، تمام، يا اما امسكهم كلهم مثلا اول فريم فيمسكهم لي كلهم. فشوف الاوبشن ده عندك موجود، اكيد موجود، يعني مستحيل اللي هو يحكمك في فريمات، في 4 فريمات بس. طيب انا عايز اوضح حاجه بخصوص الحته التكنيكال دي عشان الناس كلها تفهم. الكليب بين انا اقدر ان انا اتحرك عليه فريم باي فريم. اوكي عادي جدا ان انا اتحرك عليه فريم باي فريم، ولكن هو مش برنامج تحريك. هو مش برنامج تحريك خالص خالص، يعني مش السوفت وير ستاندرد بتوع التحريك. السوفت وير الستاندرد بتوع التحريك هم 3 برامج لو هنتكلم على فريم باي فريم: تي سي بين، انيميت، وبوب هاب.
دول السوفت وير ستاندرد للفريم باي فريم. طيب لو كات اوت انيميشن فالانيميت والتومبو والموف. اوكي، فالبرامج الوحيده اللي بتشترك في انها فريم باي فريم وكات اوت الانيميت او التومبو. فالكليب بينت مش عملي اطلاقا خالص خالص جوه البرودكشن نفسه، سواء لمشروع التخرج او سواء للشغل، واحنا كده كده مش محدش بيشتغل عليه. انت ممكن تشتغل عليه في شغل عادي، بس كسوفت وير ستاندرد جوه الشغل لا، هو مش عملي ومش ما ينصحش بيه. يعني ما انصحش ان انت كبدايه اتعلمت عليه تمام، بس لازم تدخلي في الانيميت او التومبو. انما الكليب بينت لا، ما تكمليش عليه، هيبقى متعب جدا ومش عملي جوه شغل الانيميشن. يعني لو عايزه سوفت وير فيه براشات كتير، التومبو فيه براش وفي براش سنسيتيف. عايزه حاجه فيها براش واحده وتقدري برضه تشتغل عليه عادي، برضه الانيميت موجود. يعني انا انصح بالاثنين، انما الكليب بنت لا، بلاش تكملي عليه لو انت ناويه تخططي في الانيميشن لا، لان هو مش موجود ولا الشركات بتطلبه ولا بتشتغل عليه. الشركات لما تطلب انيميتور بتطلب واحد من 3 برامج، يا انيميت يا تومبو يا اما موف بس. فبلاش الحته دي بتاعت الكليب بينت، انا بقولها لك بشكل عام يعني عشان تبقي فاهم. ان بلاقي شغل ناس كتير جوه الكليه اللي هم في حاجات معينه مش عارفينها، باجي اقول لهم نشتغل على الانيميت او التومبو، يقول لي طب ما انا مش عارف، ما انت ما اتعلمتش ليه؟ فهمت قصدي؟ ايوه احنا ف البرنامج اللي دخلونا فيه اول برنامج هو كان فيه اي برنامج تاني. انا مش معترض ان انت ابتديتي، ما انا برجع اقول لك اهو، انا مش معترض ان انت ابتديتي عليه. انا بس الفكره كلها باختصار ان هو مش عملي خالص جوه مجال الانيميشن، يعني مش ده اللي احنا بنشتغل عليه. بس فعشان كده انا بنصح بشكل عام ان لا، يعني حاولي تدخلي في التوم بوم او الانمي. حتى انا حطيت لكم بلاي ليست هبعتها لكم على الجروب، دي ممكن تتفرجوا عليها. طيب توم بوم ولا اني افضل؟ بالنسبه لي انا توم بوم هارد، انا بشتغل توم بوم هارد، استاذ هاني بيشتغل على الانيميشن. حسب راحتك النفسيه. لا عموما التوم بوم فيه ميزات اكتر من الانميات. يعني التوم بوم تقدري تشتغل عليه كات اوت كويس قوي. هو مشكلته، انا احساسي يعني بيقول لي ان مشكلته ان الاوبشنز بتاعته زياده شويه، لان هو شغال على البونز، فالبونز فيه حلوه لو هتشتغلي كات اوت يعني، والتراديشنال برضك ممتاز فيه. لكن الانيميت ما فيهوش بونز، او البونز اللي فيه يعني ملوش 30 لازمه يعني. فممكن تشتغل اي كات اوت برضو، بس مش بطريقه البونز، ليه طريقه تانية برضو على الانيميت. في الاخر ان كل برنامج ليه ميزه وعيب، فاهماني؟ في الاخر راحتك النفسيه على البرنامج نفسه. كده كده هتطلع فيديو من هنا وهتطلع فيديو من هنا، بس كده. عايز اقول العفو، عايز اقول ربنا يحفظك. عايز اقول ان الحركه خلصت، وعايز اوضح لكم. شايفين الحركه اللي احنا عملنا فيها 10 ان بتوين دي؟ بصوا بقت عامله ازاي. الرعشه اللي انا بتكلم فيها، كل اللي انا عملته ان انا عملت 10 فريم مثلا، وخليت فريم يسبق فريم، فريم يسبق فريم، فريم يسبق فريم، بحيث ان الحركه تبقى بالشكل ده. تمام، تعالوا نتفرج على الحركه كلها على بعض. شايفين رزعة الارض كانت عايزه تبقى اقوى من كده. يعني اقوى من كده اللي هو ايه؟ ممكن يبقى فيه مبالغه في رفعه رجليه لفوق. يعني هنا الرفعه مش قويه، يعني هنا لما رفع رجله، تمام، لا دي عايزه تبقى اكتر من كده. يعني عايزه تبقى اللي هو كده، فاهمين؟ تعالوا نشوفها كده تبقى احلى.
تعالوا نشوفها كده. عايزة تبقى مريحة لفوق برضو، يعني هنا عايزة واحدة in between بس، in between واحدة بس. بين دي ودي عشان دي شايفين الرجل بقت رد فعلها عامل ازاي؟ نشوفها كده. وهنا عايزة تبقى ثبات شوية. ما بين دي ودي ان بتوين برضو. خدوا بالكم انا بقيت احط الان بتوين حسب احساسي اهو، يعني حاسس ان في واحدة كمان عايزة تتزود. تمام؟ اهي نحط واحدة كمان. معلش طولت عليكم النهارده، بس عشان المعلومة توصل كويس ليكم. تمام؟ وزي ما قلت لكم الرعشة دي أنا عملت ان بتوين عادي من 1 ل2، عملت 10 ان بتوين وبدأت أرجع فريم وأسبق فريم، أرجع فريم وأسبق فريم، فبقت الرعشة تيجي بالشكل ده. معلش، هو موضوع الرشا دي فين سبق في ايه؟ يعني ليه مش ورا بعض؟ بتفرق في ايه؟ لو ورا بعض هيبقى الحركة ناعمة جدا. يعني إيه؟ يعني تعالي كده نشوف. لو أنا عملت كده رجعتها للأصل بتاعها، بصي هتمشي كده. ده الأصل بتاعها اللي هو فريمات ورا بعض، ماشية ورا بعض. أنا مش عايز كده، أنا عايز فيه رعشة، اللي هو فريم. أنا طلعت لفوق ورجعت مكاني، طلعت لفوق خطوة قدام شوية ورجعت مكاني، طلعت الخطوة لفوق قدام شوية ورجعت مكاني، وهكذا. فبقت بالشكل ده. هوضحها لكم بفكرة الأنتنة دي، يعني هوريها لكم دلوقتي. في خط طار، أيوه هنا أهو. بس نتفرج الأول على الشوط تاني. وخليته هو راجع بقى يود وشه يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال لغايه ما استقر، بدأ يتنفس في مكانه. يعني حضرتك قررت اللي هي الجزء اللي هو بتاع الرشا ده قررته تاني بس شتت الفريمات، صح؟ انا ما كررتوش، انا هديك مثال دلوقتي، هديك مثال حالا سريع دلوقتي عشان بس تفهمي قصدي. اهو وانا برضو مش فاهماه، هو ليه حضرتك حطيتهم مع بعض؟ يعني ليه برضو ما خليتهمش على نفس هقول لكم حاجه. انا برضو الجزئيه دي تاهت مني كده. طيب بصوا يا جماعه، ما هو عشان كنا بنسال بس. شايفين؟ هقول هديكم مثالين. ناخد الكوره دي مثلا، ناخد الكوره دي او الكوره دي مثلا، واحطها هنا في سيمبل واحركها هنا لغايه 25 فريم. تمام؟ وهعملها هنا كده. هي اتحركت المسافه دي، انا هاخد بس ايه ثبات في الاول ليها وثبات في الاخر ليها. تمام؟ فالحركه اهي، نبص عليها كده. ده اللي انا عملته للشخصيه، انها مطت جسمها لفوق وحطيت ان بتوين ما بين تحت وفوق، حطيت حوالي 10 ان بتوين تقريبا. طب تعالوا نعمل رعشه في الكوره دي عشان نفس المثال. هندي هنا كل ده اف 6 كده، فهيديني كل الفريمات دي. تمام؟ وهشيل منها التوين كده بالظبط، وهفتح لير جديد فوق.
كل اللي هعمله، شايفين، ركزوا في الحته دي، هاخد يعني اول فريم هسيبه، تاني فريم هاخده هسحبه فوق، وهسيب واحد وهسحب واحد، اسيب واحد واسحب واحد، اسيب واحد واسحب واحد، وهكذا لغايه ما اوصل للاخر. خلاص مركزين معايا؟ تمام كده. وهعلم عليهم كلهم كده، وهقول له F7. انا مش عايز يعني ده هو كده لغايه دلوقتي ماشيين ورا بعض. انا كل الموضوع ان انا خدت فريم وسبت الفريمات اللي انا خدتها فوق دي هنقلها قدام شويه. تمام. وهاخد ده مثلا، هشيل ده كده مثلا، وهتبقى كده. بصوا اتفرجوا على النتيجه. خدت بالكم اهو؟ هو ده اللي انا عملته في الشخصيه بالظبط. تمام. طيب تعالوا في واحده تانية، الانتنه اللي انا بتكلم عليها في الراديو مثلا. تعالوا كده نشوف. انا مش هرسم الراديو، انا هرسم الانتنه بس. ادي فريم، وادي المفتاح اللي بعده، هتتنقل وهتقف هنا، هتقف هنا. تمام. ما بين ده وده، خليه بس قريب شويه، ما بين ده وده هيبقى في مفتاح فولو ثرو كده. الحركه تبقى كده كده. تمام. نكمل بقى بقيه الحركه، نحط ان بتوين مثلا. تمام. انا جاي من راحه شويه اهو. هشوف الفريمات بتاعتي، رحت هنا صح. لما اجي لده، تمام، همشي كمان، هاجي لده هخليه زي ما هو كده. يعني انا لسه همشي كده. هل هتقف كده مره واحده؟ لا. ايه اللي هيحصل بقى؟ شيل ده بقى خلاص، هرجع له تاني. ايه اللي هيحصل؟ ان انا هرسم فريم هنا، بعديه على طول اللي بعده، اللي بعده، افتح الاقواس بتاعتي، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده. ده الاوفرلابنج اللي احنا قلنا عليه يا جماعه، لغايه ما الاقي الانتنه وقفت في مكانها. اخر مفتاح اهو. ومش هحط دبل، انا هحط دبل بس ممكن في اول كام فريم، لكن في السحبه دي لا، مش هحط دبل، هسيبها زي ما هي. تعالوا نتفرج عليها كده. وصلت؟ العفو، العفو عليا. خلينا ندخل في السؤال. طيب نشيل او لمياء بتقول انها استفدت جدا من الجزء بتاع الكي فريمز، لانها كان عندها مش مشكله فيه، يعني هي ما كانتش فاهماه، فهي فهمته الحمد لله من الشرح. طب الحمد لله. طيب ميشيل بيسألك سؤال، بيقول لك شكرا جدا لحضرتك حبيبي تسلم لي. على المجهود. هو عنده سؤال، هو ازاي توصل لتخيل الحركه بالشكل الكرتوني المبالغ فيه؟ انا عارف انها مساله ابداعيه اكتر من انها تعليميه، على الاقل ازاي يعني. هو انا قلت ازاي احافظ على حجم الكاركتر طول الشغل؟ حلو قوي. هو ده هنوضحه المحاضره الجايه، لان ده اساس المحاضره الجايه، ان احنا هنحرك كاركتر حرفيا بني ادم، او كاركتر ليه ملامح ووش
فده ازاي هنحافظ عليه ده هشرحه المره الجايه، ويا رب تكون موجود يا ميشيل وتحضر. بالنسبه اول سؤال قلت ايه؟ اه ازاي الكاركتر اعمل فيه حركات كتير، من ان انا من قبل ما احركه اتخيل الكاركتر ده في كذا وضع، الاوضاع بتاعته شكلها ايه، احط له رجلي ازاي، احط له ايدي ازاي، اتخيل وضعيه ايده ازاي في البوز، لو هو وطى هيبقى شكله عامل ازاي، لو هو اتفرد هيبقى عامل ازاي. لازم اعمل سكتشات لاوضاع الكاركتر عشان لما اجي احرك هيبقى بالنسبه لي الوضع سهل وتخيلي بالنسبه لي سهل. بس كده. تمام. طيب اروى بتسال سؤال، ازاي تتحكم في التابلت بحيث يكون شبه القلم الرصاص؟ يعني ممكن اعمل ايه في التابلت في شاشه معينه اجيبها احطها على التابلت نفسها؟ هو انا هجاوبك على السؤال دوت. يعني حجم التابلت ملوش دعوه بانك انت بتخلي التابلت زي القلم الرصاص او لا، هو ليه دعوه بالفرشه اللي انت شغاله بيها على البرنامج. وليه علاقه بحاجه كمان، ان ممكن انت تكوني شغاله على تابلت الملمس بتاعه مش مريح، او ان هو تابلت صغير فمش مريحك فعارفه تشتغل عليه براحتك. فانت هتحتاجي حاجه من الاثنين، يا تغيري حجم التابلت تجيبيه تابلت متوسط الحجم، وده هيحتاج منك ان انت تجربيه الاول قبل ما تشتريه، او ان انت تشتغلي على شاشه مباشر بشكل مباشر. بس. طيب نخش في السؤال اللي بعده. احنا وصلنا لميان، ميشيل، محمد فؤاد او منى يوسف او ندى، عندكم اي اسئله؟ انا عندي سؤال. اتفضلي. ايه الاهم بالنسبه لي، السبيسنج ولا التايمنج؟ يعني اركز على ايه الاول واربطه وبعدين اخش في اللي بعديه، الاثنين. او ايه اللي بيحدد لي لا، الحركه تبقى عامله ازاي اكتر؟ السبيسنج والتايم الاثنين متعلقين ببعض، ما ينفعوش الاثنين يسيبوا بعض، كانهم اتنين مرتبطين. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عملت كده بالظبط، هفتح سين جديد اهي، عندي عربية بالشكل ده، تمام؟ اقدر اخليها هتروح في المسافة دي بشكل المسافة اهي، تمام؟ اقدر اخليها تجري بسرعة، اللي هو يحصل فيه سمير في النص مثلا، وهنا تهدى معايا، وهنا يبقى عندي استعداد ليها، او ان هي مثلا تبقى بالشكل ده. انا هنا اتحكمت في مكانها، في وجودها على الارض، تمام؟ فهنا مش هترتفع عن الارض اكتر من كده والا هتتعجن معايا، ماشي؟ فادي مفتاح كمان، خلينا نعملها نطبقها مفاتيح. يعني ناخد نشيل ده كده، وهناخد ده كنترول اكس، كنترول شيفت دي. هنا عملت انتسبيشن لوجودها، فهنا المسافة مش بعيدة، مش هطيرها من مكانها، لكن بدأت أتعامل معاها بالشكل ده. وبعد كده هو الانطلاق بتاعي المفروض آخر مفتاح عندي هيبقى هنا. السبيسنج ده براحتي، أنا عايزة توصل للمسافة دي، فهنا المسافة هتحدد لي عدد الانبتوين. المسافة شفت الاتنين مرتبطين ببعض، المسافة هتحدد لي عدد الانبتوين. فانا هنا عايزها تمشي بسرعه، فهيبقى عندي هنا مثلا واحده كمان، بس ممطوطه شويه، خلاص، وفي النص اهي يا ستي ما بين المفتاحين.
ما بين ده وبين ده. خلاص. وهاجي ابدا احط لها مفتاح كمان هنا، واخلي السموث بتاعها يقل شويه، ووصلت هنا. هنا اهوت انا زي ما انا قلت ان اي سرعه وراها بطء، اي سرعه وراها بطء، فلازم هنا هريح الانبتوين بتاعي في الحته دي. يعني هبدا كده، تمام. اجي بقى اتعامل مع الانبتوين اللي هنا. انا من هنا لده في مسافه، تمام. فانا هحط انبتوينه واحده عشان عايزها تنطلق بسرعه، فياخد دي كمان. بالشكل ده. وهنا طبعا هنا لازم يبقى فيه ثبات احساسي بالاستعداد. طبعا ده خلاص انا كده ظبطت السبيسنج مع التايمنج بتاعي، حطيت عدد الانبتوين المناسب للسرعه، ما حطيتش انبتوين كتير ما بين المسافتين، مسافه كبيره قوي، بس ما حطيتش انبتوين كتير، انا حطيت انبتوين في الاخر ريح لي الموضوع. تمام. وهنا المسافه بردك مش كبيره، بس بردك ابدا احس بالشخصيه بتاعتي ان انا اخليها بالشكل ده، اريح على فوق. اريح على فوق كمان، انطلاقا للسرعه اللي جايه، او استعداد الانتسبيشن، او الاستعداد للنقله الثانيه. تعالي نشوف الحركه كده. هنا المسافه حكمتني في الانبتوين. هل ينفع عشان انا عامل مسافه كبيره احط انبتوين كتير؟ لا. فانا حتى لو وسعت مكان العربيه، يعني حتى لو وسعت مكان العربيه اللي هو ده، وسعته كده، وسعته اكتر، فهحتاج انبتوينه تانية هنا برضو. فهنا المسافه مرتبطه بعدد الانبتوين او بتخيلك لعدد الانبتوين. فاهماني؟ وزي ما بقول القاعده ان هي سرعه وراها بطء، فبالتالي حتى لو المسافه صغيره فانا عايز هنا انبتوين كتير تهدى معايا، هتبقى بالشكل اللي احنا شفناه ده. وصلت؟ ايوه فاهمة قصدك. تمام. العفو. نهى او نيران او اي اسئله؟ اوكي. سهيلة او دود او ضياء، عندكم اي اسئله؟ طيب لو حد عنده اي سؤال وانا نسيته ممكن يفتح المايك نساله، عشان بس ايه ممكن اكون عديت اسماء او اسماء تحت. اوكي طيب يعني كده كله فاهم؟ ماشي طيب. احنا هنخرج باسكال المحاضره صح يا استاذ؟ والله يعني انا بالعكس يعني حابب ان الناس تشتغل، لو جربتوا لو جربتوا تشتغلوا على الشوال ده، تعملوا اي حركة مشي، قفز، اكتنج من خيالكم بالطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة دي، يا ريت يا ريت. طيب يا ريت. طيب التاسك هيكون
احنا من هنا لحد يوم الاثنين الجاي هنكون معاكم سنه ونص. يا ريت التاسك يكون الساعه يعني نسلمه يوم الاحد، اوكي؟ يعني معاكم من لحد يوم الاحد الساعه 10 بالليل. تاسك حركه تواليت دي ممكن اللي حابب يعمل نفس الحركه اللي اتعملت او يعمل حركه من دماغه، يعني الاثنين متاحين جدا بالنسبه لكم. هعمل لكم فولدر درايف ترفعوا عليه التاسكات ديت، والمحاضره هتتاخد وتترفع على اليوتيوب على طول، وهنبعت لكم اللينك دايركت عشان تذاكروها منه، بحيث برضه لو حبيتوا تشتغلوا مع اي حد تعرفوا تحددوه، يعني تعرفوا تبعتوا له المحاضره بحيث برضه يستفاد معاكم. وشكرا جدا يا استاذ هاني، وشكرا شكرا لكم، ميرسي جدا، شكرا جزيلا. انا هي طلب اخير، لو في اي حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي على الخاص، واحنا في انتظاركم باذن الله يوم الاثنين الجاي الساعه 8:30. شرفتونا جدا. شكرا جزيلا. تصبحوا على خير. باي باي، مع السلامه.